بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. فاكرين عربية الحاج إبراهيم اللي ورا مني دي، اللي هو من محافظة كفر الشيخ مدينة بلطيم اللي في قرية الخشعة؟ إيه ده؟ اوعى تكون نسيت. طب عشان ما تنساش تعالى نفكرك بيها. أنت غيرت الكردان بعد قد إيه؟ ليله ما جاب ليلة ما جبتها. خدوها بالليل، قابلوني بونش وخدوها وغيروا لي الكردان، وجم تاني يوم شيكوا عليها وتمام، وقال له اي عطل اتصل علينا بس هنجي لك في ثواني نخلص اللي فيه، لان عرفوا كده ان في عربيه فيها مشكله. اكيد المشكله يا ولاد هتجيب وراها مشاكل طبعا. لما ظهرت المشاكل وبدات اتصل عليهم ولا حد سال فيا. ما ينفعش وانا جايب عربيه بنص مليون عشان اركنها في المخزن واقفه. لا طبعا. واجر عربيات بره. لا ما ينفعش. لا. ادي العربيه هي يا جماعه. العربيه دي لسه يعني ما اتحلتش مشكلتها. احنا طبعا بقى لنا اكتر من 11 12 يوم دلوقتي لسه المشكله زي ما هي، اللي هو التواصل بينه وبين احد الناس اللي في الشركه. اقول لكم يعني طبعا برضه لازم اقول لكم على ايه اللي حصل عشان تبقى الامور تبقى الامور واضحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين. هنتكلم الاول على موضوع الحاج ابراهيم. موضوع الحاج ابراهيم لما انا عملته اللي هو الجمعه اللي قبل اللي فاتت دي، اتكلمنا في موضوع ان هو كان عنده مشكله معينه وابتدى ان هو يتواصل مع شركه ما فيش حد سال فيه. ابتدى من بعد الفيديوهات ابتدت الناس تواصلوا معاه من الشركه، بس للاسف اللي هو تواصل معاه ما تواصلش معاه فني عشان يقدر يفهم الراجل ويبتدي ان هو لما بتبقى انت كشركه يعني في حد فني بيتكلم او يكون حد فاهم يبتدي ان هو يتكلم في الموضوع، بيبقى كويس جدا وبيريح عميلك وكل حاجه. لكن ان انت تصدر حد هو مش فني وعمال ياخد الكلام من الحاج ابراهيم ويبتدي ان هو يوصله للشركه والشركه ترد عليه والكلام ده كله، ما نحل الموضوع ده كله ونبتدي ان اي حد فني يكلمه او اي حد من الناس من الفنيين اللي عندكم في الشركه. لو انت عندكم حد يروح له زي ما راح له لما غير تاني يوم عمود الكردان، روح له وشوف الموضوع لو الموضوع حله بسيط خلاص بسيط يتعمل. الضفيره هات له ضفيره وركبها له كده طالما الضفيره اللي موجوده اتحرقت والكلام ده كله. انا بس السؤال، انت كشركه لو انت النهارده مسلم 100 عربيه هتقدر تسرفس على الناس ازاي؟ هتخدم عليهم ازاي لما يبقى كل واحد فيه مشكله؟ لكن النهارده لما يبقى من اول اختبار ليك سقطت فيه، امال بقيه الاختبارات بصرف النظر ان ممكن اي حد في فكره ياخد عربيه يبتدي يغير لها، يجيب لها موتور تاني وفتيس تاني وشغلانه تانيه وشبكه تانيه والكلام ده كله. انت النهارده منزل عربيه عشان تقول ان انا معايا عربيه هامكو، معايا المنتج ده، عايز انت تنزله وتنشره من السوق، يبقى انت لازم تنشره في السوق. لازم تبقى الدنيا معاك، تبقى انت بحلل كل المشاكل دي كلها. لازم انت واضع يعني في ناس عندك تحل كل المشاكل دي كلها. فاحنا نتمنى بس من الشركه يعني، بس انا بشكر الاستاذ اللي هو اتكلم مع الحاج ابراهيم وابتدى ان هو عايز يحل معاه كل حاجه. انا الحل بسيط جدا وسهل، ان اي حد يروح هناك للحاج ابراهيم ويشوف المشكله ويبتدي لو هي مستدعيه انك تبعت ونش ياخد العربيه ويبتدي يشوف انت هتوديها ورشه فين اللي قفلت او المركز اللي قفل ولا اي حد اللي قفل العربيه او مراكزكم او اي حاجه يعني. ابتدي انك ياخد العربيه ويبتدي يشوف اللي فيها ويعمل اللازم فيها يعني. لكن انك تصدر حد ما يعني مش فني بيبقى فيه مشكله كبيره يعني، مش هيقدروا يتواصلوا معاه. لكن انا طبعا بشكره الاستاذ اللي هو تواصل معاه. لكن في حد تاني من الشركه اللي هي استلم منها العربيه الحاج ابراهيم، اللي هي يعني الشركه اللي هي تبع البنك حاجه زي كده يعني حتى لما تواصل معاه، هو انت مش عايز تحل ليه يا سيدي الفاضل؟ وبعدين يعني انت مش عايز تحل؟ طيب خلاص بقى يا سيدي الفاضل، لما بنيجي نحل لازم يبقى فيها دبلوماسيه. انا قلت قبل كده ان لازم يبقى فيه وزير خارجيه كده يقدر ان هو دبلوماسي كده يقدر يشوف الدنيا فيها وانت كشركه منزله عربيه انت عايز تنشرها وعايز تكسب والدنيا تمشي معانا. مش عايز اقول لك ان بلدنا ما تستاهلش كده ولا ولاد بلدنا يستاهلوا مننا كده. الموضوع الثاني، اخونا من المنيا، يا عم ربيع، انت العربيه معاك 2014 مش كده؟ خلاص موديل 2014 ده معاك لحد دلوقتي من الزيرو. فانت عندك مشكله في الطلمبه، هتروح كلمت بتاع الطلمبات قال لك لا دي تكلف من 7 ل 8. اطلع من باب الجمال يا عم ربيع وروح هات لك طلمبه حل 0 11 12 بس جيب طلمبه
اصلي، يعني تجيب طلمبه 24 حل زيرو موديل 24 تاخدها وتريح دماغك، لان في طلمبات في السوق انا مش عايز اقول لك ان هي طلمبات صيني وناس حطها وتبيعها، وبس بتبيعها بسعر رخيص، فانت ما تفرحش بالسعر الرخيص. اجري هات طلمبه زكسر، يعني هتبقى كام؟ يعني الطلمبه اللي هي الصيني دي يقول لك 9 و9 ونص والكلام ده كله، لكن لا، اجري هات طلمبه زيرو، حل زيرو من حد محترم كده. انت من المنيا، اوعى بقى ايه تعمل زي عم عبد الباسط مع التاجر اللي هو ما عندوش ضمير اللي بني مزار. انت شوف حد يبقى من الناس اللي هي عندها ضمير وكده وعندها امانه، وابتدي انك اتعامل معاه، روح خد منه الطلمبه وركب وريح نفسك من كل الشغل، لانك انت هتدفع 8000 او 7000 جنيه وهتجيب برده بعد كده طلمبه، ما انت هتخش بقى ساكل الجاز، اصلها دخنت معايا، اصلها مش عارف ايه، هتفضل ترجع تبقى رايح جاي تعمل مشكله. عم ربيع هات لك طلمبه وريح دماغك خالص. الثالث اخونا جورج. اخونا جورج ده من الاقصر، طبعا كلهم اهل الصعيد، ده اهلنا وحبايبنا كلهم. الصنايعي طلب منه مساعدين، فقال له مساعدين بتاعه يعني حد معين بيستوردها. طيب المساعدين كلها يا عم جورج، وانا كنت بعت لك الصوره بتاعت المساعدين اللي هي المساعدين الكوي بي كلها تايلاندي، اللي هي من اول 2006 لحد 2023. هو مصنع واحد تايلاندي بيدي لكل يعني بيدي لكل واحد، يعني ممكن يجي يقول لك ايه انا عايز اخد منه شويه، اكتب عليه استيراد عزت، استيراد احمد، استيراد مش عارف فلان، استيراد الشركه الفلانيه، استيراد العلانيه، لكن هو مصنع واحد عامل كده. معلش يعني انا اسف جدا يعني، مع يعني حاجه بنحلبها كلنا بناخد منها اللبن، يعني عندنا بهيمه بكلنا بناخد منها اللبن، لكن بيجي اللبن ده يحطه في ازازه باسم فلان وفلان، لكن هي بهيمه واحده. تمام كده. انا مع طبعا مع يعني التشبيه، يعني معلش عشان نقرب بس الدنيا، هو مصنع واحد يا حاج، مش مصانع. تمام كده. يبقى مصنع واحد بيدي كل المستوردين دول 5 6 اللي هم بيستوردوا المساعدين، سواء الامامي او الخلفي، ثاني الياباني او الياباني اللي هو من اول 2000 من اول 90 لحد 2005، والتايلاندي من اول 2006 لحد 2023. الحاجه الرابعه استاذ محمد العربي في الجي ام سي. جي ام سي كانت مشكلتها يا استاذ محمد ان هي اساسا كان في موديل نزل من موديلات حصل مشكله فيه في المرور، فالحمد لله يعني اللي كان عنده مشكله العربيه دي، اعتقد اغلب الناس اللي كانت معاها المشكله دي المشكله اتحلت وسلموه مع عربيات بديله ودفع الفرق. تمام كده، عشان يبقى ايه بس الامور ايه واضحه، فانت ما تخافش. اعتقد الشركه حلت الكلام ده كله، والعربيه دي بضمان غبور. تمام. يبقى احنا حلينا مشكله العربيه الجي ام سي، الشركه حلتها يعني، وتروح تشتري دلوقتي لو هو متوفره العربيه تروح تشتريها.